يوه يرجعوا لنا دماغنا بقى. مش عارف ولا فين ال 10000 جنيه يا جود؟ هو احنا غلطانين ان احنا عملنا لك تجيب لنا بضاعه وفي الاخر تاخد ال 10000 جنيه وتيجي على غلابه؟ هو انا غلطان يا جودة اللي اديتك ال 10000 جنيه عشان تجيب لي بضاعه؟ يلا يا بنتي خد اخوك وامشي، مفيش فلوس والملابس في المينا وما نعرفش هتطلع امتى. يلا يا بنت خد اخوك وامشي. فانت بتعمل كده معايا يا جودة عشان انا قاعد على كل شيء. احلى مسا عليك يا جودة. حسب الله ونعم الوكيل. انا اللي غلطان، يا ريتني ما كنت اديتك فلوس. ما انا قلت لك بلاش ده ظالم ومفتري، اهو بقاله 15 يوم. هو قال لي اجيب لك البضاعه بسعر قليل وانا صدقته. بقول لكم ايه، تعالوا اوديكم لعم نوش، هو بيحط عليهم على طول. والنبي انا عارفه. تعالوا اوديكم. طيب. ما تيجي قالوا هنطلع نغير جو ونموت في الساحل بقى. لا لا لا، خليه عايش في دور الكآبة كده. انا مش جاي معايا والله في مصايف خالص، عندي كذا حاجه كده خلاص بس. مصايف ايه؟ كلها كدب. السلام عليكم. ازاي؟ الحمد لله. عندناش جودة نصب على الناس دي ب 10000 جنيه فلوس بضاعة ملابس. يعني انتوا سايبين الدنيا كلها ورايحين تدوا لجودة فلوس؟ هنعمل ايه بقى؟ هو انا حصل ليه معايا كده؟ عشان انا قاعد على كرسي وما بمشيش؟ ليه يا رب كده؟ لا انا مش عايزك تختار ده حكم ربنا، ده قدر ربنا عليك قضاء. تختار تقعد على كرسي ولا تموت، ربنا سبحانه وتعالى حنين. الحمد لله. اصبر على قدر ربنا، ربنا هيرضيك دنيا واخره. ربنا ما بيجيبش حاجه، ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. وعايز اعرفك على حاجه، هكيفك من ناحيه جودة، وال 10000 جنيه هجيبهم لك دلوقتي قدامك. امين يا عم؟ امين يا عم. ماشي. اجت يلا. نهار ابيض يا جودة النهار. هو انتوا مين يا رجاله؟ هتعرف دلوقتي. وانت بقى جايبان لنا دول؟ اهدى شويه، تعرف كل حاجه دلوقتي. يخلص. وانت يا اسطى هتقعد تنطلنا في كل مصلحه كده؟ انا مش عارف والله في ايه. انت عبيط يا عم، مصلحة ايه اللي هتعملها على شاب عاجز ربنا بليد بالقعدة؟ ما تميز، هتحل ولا مش هتحل؟ هم كلهم 10000 جنيه بس. يصبر شهر. يصبر شهر. والتاني بيقول لك 10000 جنيه، ال 10000 جنيه دولت بالنسبة للراجل مليون جنيه. ده الراجل بيدورهم في شغل ملابس، وجاي مديهم لك عشان خاطر انت ساعدتك وقلت له انا هجيبهم لك بسعر قليل. خلصوا. هو انت فاكر دخلتك بالرجاله هتاكل وهتشرب معانا؟ مفيش منه الكلام ده يا حبيبي. احنا نحط على اي حد وننصب على اي حد زي ما قال لك كده بالظبط. هو ايه يا جودة ده؟ ايه ده؟ هو الشغل ده بيتعمل معانا احنا؟ انا ما شفتش ليكم حاجه، انتوا عارفين انا ما بعتمدش اسامي. هتحلوا في العشرة للراجل ولا هدورها؟ وخلي بالك هزعلك قدام بيتك يا جود. يلا بعد ال 10000 جنيه يا ابراهيم. الاول صح؟ كان من الاول؟ ايوه كان من الاول. عايز تقول حاجه لجوده؟ هم بيحب امين قوي. ضم. خد. يلا يا رجاله، عليا الطلاق لبدني. حبيب قلبي يا اسطى.
حبيبي يا اضرب يا سيدي. يلا يا جودة كمل اول يا جودة. ايه بقى يا واد، انا بتصل بيكم وما بتردوش عليا ليه؟ بصراحه الايام اللي فاتت دي برضه كان لوشا عمال يتصل وانت عارف احنا عملنا ايه الايام اللي فاتت دي، كان شغلنا وغصب عننا. واحنا جايين النهارده يا عم تاسو عشان خاطرك انت، عشان نعمل حلقه مع الاطفال. لا هو ما يعرفش اي حاجه عن القعده دي، وبعدين هو زعلان منكم كده بيني وبينكم بقى، هو زعلان منكم عشان انتوا شتمتوه وهو محبوس على السوشيال ميديا. على العموم يا عم تايسون حصل خير، خلينا نشوف الحلقه اللي احنا جايين عشانها ونشوف الاطفال. ازيكم يا اطفال؟ الحمد لله. خلينا نشوف الحلقه اللي احنا جايين عشانها ونشوف الاطفال. احلى مسا عليك يا اسد. يا عم هو نفس المسا عليك. هو فين؟ بص يا لوشا، انا عارف انك زعلان ومن حقك تنتقدنا وكل حاجه، بس ده شغلنا وغصب عننا، كان لازم نعمل كده. كان لازم تعمل كده. انتوا المرة اللي فاتت لما شتمتوني بامي جيت وجبتك واتكلمت معاك بكل ادب واحترام. اتفقنا ان احنا مش هيبقى فيه غلط وهيبقى فيه اصول في الحديث. المرة دي انا هصحح له. عايزني اكلمك السوابق انا جاي. عايزني اكلمك شارع انا جاي. عايزني اكلمك بلوشا الفنان انا جاي. اختار. اتكلم بالطريقه اللي تعجبك يا فنان وانا هسمعك. انت كده كده هتسمعني وهتشد بلاصتك، بس انا معايا قضية. دول اطفال بيقلدوني، يعني هعمل حسابهم. فهكلمك لوشا الفنان. انتوا قلتوا انا خطفت وسرقت وشمتوا فيا وكعبلتوني مع فنانين. ما تصبر، ما تشوف المحكمة هتقول ايه يا اسطى. انا كنت بموت بس ربنا ستر عليا وما شمتوش فيا. محمد رمضان اخويا احمد العوض الاتنين نجوم بتكعبلوني معاهم ليه؟ رمضان بيقلد رمضان، لوشا بيقلد لوشا، مفيش حد بيقلد حد. رمضان نمبر 1، مش هتكعبلوني معاه. الواد مشرفنا وانتوا عارفين اللي انا بستر ربنا ما بحكاش في حد ولا محتاج الكلام ده. اخويا احمد العوض اتصل بيا فرق معايا في حبستي، يشكر. احب اقول لكم انتوا عملتوا ايه تاني؟ اهو يا اسطى انتوا استكترتوا عليا النجاح، انتوا شمتوا فيا، انتوا جرحتوني، ما صبرتوش عليا، ما رحمتوش دقتي. لو كلمة حتى خير، لو اتحكم عليا يبقى انا راضي. انتوا قطعتوا فيا، بس انا اتسطرت معايا. وبشكر اخواتي الجيزاوية اللي خدوني في حضنهم، اللي انتوا برضو كنتوا عايزين تكعبلوني معاهم. بره
يلا خرجوه من غير ما حد يلمس حد. ماشي يا ابو علي. روح يا جدعان مش كده. الف مبروك يا اسد مصر. يا اسد مصر. الحمد لله. الاسد فوق.